السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب غينيا بيساو بيفاجئ بيه المنتخب المصري بعد انتهاء مباراة منتخب مصر مع غينيا، ويتغنى بهذا اللاعب الأهلاوي ويشيد بالنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المصري يرجى الإعجاب بهذا الفيديو، وما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد انتهاء مباراة المنتخب المصري مع غينيا بيساو ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، فقد صرح مدرب غينيا بيساو وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة، وقال: أنا سعيد جدا بالأداء الذي قدمه لاعبي غينيا بيساو أمام المنتخب المصري في هذه المباراة، فنحن سيطرنا على الشوط الأول وتقدمنا بهدف نظيف، ولكن عندما تعلق الأمر بالشوط الثاني فقد قام مدرب منتخب مصر حسام حسن بنزول اللاعب إمام عاشور الذي قلب المباراة رأسا على عقب، وأظهر خطورة المنتخب المصري. كان ليه خطورة كبيرة على مرمى منتخب غينيا، فأنا أندهش أن هذا اللاعب لم يبدأ المباراة بشكل أساسي، فهو من أفضل اللاعبين في المنتخب المصري، ولقد شاهدته مع النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فهذا اللاعب هو السبب الرئيسي، فهذا اللاعب فعلا سبب رئيسي في عودة المنتخب المصري من جديد إلى أجواء المباراة. فالمنتخب المصري محظوظ بلاعبي النادي الأهلي، لأن الأهلي هو أفضل نادي في إفريقيا، تلك أفضل العناصر التي تلعب داخل القارة الإفريقية، ولو لعب النادي الأهلي مكان المنتخب المصري أعتقد أنه سيفوز، ما عليه سوى أخذ محمد صلاح معه. طبعا هيفوز على أي منتخب إفريقي، لأن النادي الأهلي متمرس في القارة الإفريقية ويكفيه أن معه 12 لقب إفريقي. وكمان قال المدرب الخاص بغينيا بيساو: كنا نأمل في الفوز على المنتخب المصري، وكانت المباراة سلسة في البداية على أننا سوف نفوز بأي شكل من الأشكال. وتكلمت مع اللاعبين الخاصة معي وتكلمت معهم وقلت: احنا المباراة هذه مصيرية، نعم ان المنتخب المصري له قوة كبيرة، كان بيعمل على الفوز اليوم حتى يحصد النقاط الكاملة، كان يريد ان يكون معه 12 نقطة، ولكن الهدف الخاص بينا اللي احنا بدأنا بيه المباراة سيطر على كل الامور. يمكن المنتخب المصري فاق في الشوط الثاني وبان القوة بتاعته، كمان وجود محمد صلاح مدي دفعة كبيرة جدا للمنتخب المصري، وكمان بيديله قوة وشكل كبير، وأيضا بعض اللاعبين المتواجدين داخل النادي الأهلي اللي بيلعبوا في المنتخب المصري بانوا بشكل قوي جدا. كمان في المدرب قوي زي حسام حسن اللي يعتقد كل همه ان هو يصل لكأس العالم، وده كان واضح على حماسه داخل الملعب. السلام عليكم.